ما شردت بقيتها وبيد السكينة من جت المرة قمنا ندافع عنه يا أخي سيدي ضربته المرة بيتها بقيت ندافع فسيدي ضربته صدرها دفعتها بالحمام بيد السكينة سيدي وأنا بيتها بالغسالة أكو غسالة قريبة لبيتها بيها فدخلت للغرفة اللي الفلوس فتحتها وكنت ما لقيت فيه شيء سيدي فتحت الثاني لقيت فيه مبلغ سيدي من المال أنا قدره 1,000,000 دينار وتتوقعت أول 20 دولار. ما يحسب لأبناء الداخلية هو سرعة الإجراء ورد الفعل، حيث لم يبقى هذا المجرم طليقا بعد جريمته سوى ساعات قليلة، حيث تم إلقاء القبض عليه واعترف بما ارتكب من جريمة نكراء. أثناء عملية البحث عن مرتكبي الجريمة تم الاطلاع على الأداة اللي تعطينا المجرم قام بعملية الجريمة واللي هي سكين إضافة إلى آثار دم إضافة إلى المنطقة الحمام اللي القاتل قام بالجريمة بالمكان المقصود، وإضافة إلى الاطلاع على عملية الحرق اللي صارت على المجنى عليها. تم البحث والتدقيق والذهاب إلى متابعة كافة الغرف اللي داخل الدار، متابعتها شخصيا أنا وضابط المقدم قاسم. صارت عندنا بديهية أولية إنه الوجدة عليه داخل الدار، إنه الباب مفتوح له بطريقة أو بأخرى. عيون الساهرة لإخوانكم من الشرطة العراقية وفراشة محققيها وخبراتهم ومعلوماتهم الشرطية قدروا يتوصلون إلى هذا الحادث وكشفوه خلال فترة زمنية ما جرت 36 ساعة. طبعا دون تقويمهم قضائيا وجه كشف الدلالة لهم، وإن شاء الله ينحالون إلى المحاكم لينالون جزاءهم العادل. مثل هذه الجرائم تفقد الثقة بين الجيران، وهو أمر يرفضه المجتمع العراقي الذي يعيش متآخيا، ومشاعر الأخوة تطغى بين الجيران.